تنبأ بكل من زلزال سوريا وتركيا أيضا، والآن يتنبأ بزلزال المغرب، وكلاهما حصل في التوقيت الذي تنبأ به. ولكن الأخطر من ذلك أنه يتنبأ بحصول تسونامي قريب في المغرب، وأعلن عنه في قناته الرسمية أن في الأيام القادمة سوف يحصل تسونامي في المغرب. فما حقيقة هذا العالم وما صحة توقعاته؟ في هذا الفيديو سوف نكشف لكم كل الحقائق عن العالم الهولندي فرانك. تنبأ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال آخر بعد أيام قليلة، مما أدى إلى حدوث جدل واسع بين متابعيه، وخاصة بعد تنبؤه بوقوع زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر. فتسبب هذا الزلزال بانهيار عدة مباني ومقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص، ويعتبر هذا الزلزال من بين أعنف الزلازل التي ضربت المغرب في القرون الأخيرة. حذر العالم الهولندي من هزة قوية ستحدث بين 5 إلى 7 سبتمبر عبر موقع إكس المعروف سابقا بتويتر، وهو ما وقع في المغرب فجر يوم السبت 9 من سبتمبر. ويعاود العالم الهولندي إثارة الجدل مجددا، حيث نشر على حسابه للهيئة الجيولوجية على منصة التواصل الاجتماعي متنبئا بهزات أرضية مستقبلية. وذكر العالم الهولندي إنه قد يكون هناك بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة ما بين يوم 15 إلى 17 سبتمبر، ولكن خلال الفترة ما بين 19 إلى 21 من سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى قمة بين 6 إلى 7 درجات. قال العالم الهولندي إنه من المحتمل ألا يمر وقتا طويلا حتى يحدث زلزال أكبر، وإذا كانت بالقرب من السواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب فعليك أن تكون على استعداد للخطر. يمكن أن يضرب الساحل وقد يكون هناك نشاطا زلزاليا كبيرا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي كبير. ولفت العالم الهولندي إلى أنه علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، ولدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلازل، وقد حذرت سابقا من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير، وقد حصل ذلك بالفعل. والآن يجب أن نكون حذرين في التعامل مع مثل هذه الزلازل، وخصوصا التي تضرب السواحل، فمن المحتمل أن تضربها مع تسونامي كبير يضرب كل سواحل المغرب وربما يصل إلى وسط المغرب. وهذا ما قاله العالم الهولندي، لكن تبقى مجرد احتمالات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، ويبقى علم الغيب عند الله. شكرا لكم على متابعة الحلقة، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم في أسفل الفيديو.